بص يا دبوماوي يا حبيب قلبي، الواد ده اسمه سورامارو، شاب مراهق في ال18 من عمره. توفي والداه في صغره بسبب المرض، وبسبب ان اتولد ضعيف بدون اي موهبة قتالية في عشيرة قوية. ما سلمش من التنمر والاستهزاء، يعني بص، ماضي سوداوي على ابوه يعني. بس للأسف لو كنت فاكر ان دي كانت كل حاجة فانت غلطان. اللي ما يعرفوش حد وحتى هو نفسه ان مصاب بلعنة بتصيب واحد من عشيرته كل 300 سنة بالاخص، وده لانهم عملوا حاجة في الماضي ما كانش المفروض انهم يعملوها. وقال يعني الواد ناقص نصايب عشان يقع عليه البخت المهبب ده. ولكن بجانب ده كله كان بيحصل معاه حاجة غريبة، وهو ان بين كل فترة وفترة بيحلم بقتال بين افاعي وتنانين وصحراء ومقاتلين، والدنيا يا باشا اخر خراب. قتال ليفل وحوش بقى، انت فاكر ايه يعني؟ وده اللي يخليك تتساءل، هل ده علامة لحصول بطن على القوة اللي هتغير من وضعه، ولا بطلنا خياله واسع مش اكتر ودي مجرد خزعبلات؟ تعالى بينا بقى نكتشف حقيقة الكلام ده مع بعض. في مرة من المرات اللي كان بيحلم فيها صديقنا بنفس الحلم للمرة المليون، بيستيقظ على سماع صوت خطوات اخوه شيتارو اللي بيكون جاي له بخبر اختفاء شخص اسمه تينكا من المكان. بيتضايق سورا لما بيسمع الكلام ده وبيقول له: اخونا الغبي ده من جديد راح لوحده، يلا بينا ورايا يا عم. وفي مكان قريب من مكان بطلنا بيكون فيه مجرم هربان من رجال الشرطة، ولكن المجرم ده بيكون بيتصرف بغرابة وفزع، وبيستمر في قول عبارة مش هرجع للمكان ده من تاني. وفي أثناء ما هو غرقان في تفكيره ده بيفاجئ وجود الشخص ده قدامه، وابن المجنونة ده من غير سلام ولا كلام بنلاقيه بيطلع سكينة ويريح عليه وخلاص هيجيب رقبة أخونا ده، إلا والذي نلاقيه بيبصله البصة دي وقام عاطيله واحدة لحسته تراب الأرض، اللي هو أنت يالا ما تسواش بصلة. يا نهار أبيض، لا الواد كاريزما. في الوقت ده بقى بالظبط بيوصل سورامارو المكان، ولكن اللي بيحصل ان الواد الجامد ده بيلقى عليه التحية بنوع من السخرية كده، اللي هو انت لسه فاكر تيجي؟ عشان بعدها بقى نكتشف ان الواد الجامد ده هو تينكا اخو سورا الكبير. ويحزنني ان اقول لك ان العلاقة بين الاتنين دول مش احسن حاجة، وده لان تينكا على طول بيمنع سورامارو من الخروج في اي مهمات لوحده، وده اللي بيخلي سورا يحس ان اخوه معتبر مجرد نكرة ما منهوش اي منفعة، يعني حرفيا بيعامل معاملة المنبوذين. وأظنك بقى دلوقتي فهمت سبب غضب سورا في بداية حكايتنا لما شوتارو جاله بخبر اختفاء تينكا. الواد عاوز يثبت نفسه يا أخي. المهم، في وسط الجو المكهرب ده بقى عمنا ده حب يعرف مين الشخص اللي لحسه التراب ده، ولكن أول ما بتيجي عينه على شعار تينكا بتعلو على ملامح وجهه علامات الصدمة، لدرجة إنه من شدة الصدمة بيغمى عليه لما بيعرف إن اللي هزمه بيكون رئيس عاشرة الكومو بشحمه ولحمه. يا نهار أبيض، ده ايه كمية القهر دي يا جدع؟ يعني تبقى ضعيف وبتتعامل معاملة النكرة وبتتعرض للتنمر ومصاب بلعنة احتمال انها تصيبك 1 في المليون، ده لو حد متسلط انه يدمر حياة حد مش هيخليها بالبؤس ده. وفوق ده كله تتقارن باخوك اللي هو رئيس عشيرة اصلا، هو بعد ده كله اصلا في مجال للمقارنة من الاساس. ولكن عشان اكون منصف، انا متفهم قرار تينكا بمنع سورامارو من الخروج في اي مهمات لوحده، وده لأن بعد قرار حكومة اليابان بمنع حمل السيف اندلعت الفوضى في اليابان كلها بسبب اعتراض مجموعة من الساموراي على القرار ده، واللي كان من ضمنهم طبعا أخونا ده. وكانت الحكومة بتطرده لأنه ضرب الضابط اللي كان معاها في أثناء ما كان بينقله للسجن. ما تقلقش مش حاجة كبيرة يعني، هما يدوب 17 غرزة و20 كسر في جميع أنحاء جسمه بس. وطبعا ده لوحده يخلي تينكا يكتفي بجعل سورامارو ينقل المجرمين للسجن بس، ده اللي خلاه عمل في الشرطي كده، هيعمل ايه في صاحبنا يا ترى؟ المهم، بيكون في الوقت ده سورامارو متوجه هو وشوتارو بالمجرم لأخطر وأكبر سجن في اليابان كلها، الغوكومونجو. السجن ده حرفيا بمثابة مقبرة للمجرمين. وفي أثناء الطريق فجأة المجرم بيقول لسورامارو: هو أنت الضعيف اللي الكل بيقول عليه إنه بلا موهبة وما بيعرفش يعمل أي حاجة غير نقل المجرمين للسجن؟ يا نهار أبيض، دي شكل السمعة سابقة يا معلم. ولكن هيهات هيهات، سورا بكل برود بيقول له: يخرب بيت الثقة اللي انت فيها دي يالا، اللي يسمع كلامك ما يقولش انه كلام واحد على مشارف ملاقاة الجحيم، اهلا بك فلقد وصلنا الى منزلك الجديد. وفجأة بنسمع صوت صرخة مدوية في المكان، ويا حبيبي عينك ما تشوفها الا رقب المعلم وهي بتخبط في بعضها. هما بيعملوا فيهم ايه جوه يا عم؟ مالك يا عم اجمل كده في ايه؟ هتخش وهتعرف بنفسك دلوقتي. وساعتها سورا بيقول له: ملمحكش يالا تفكر بالهرب حتى، افعل أقصى ما يمكنك حتى تعاني وتكفر عن ذنوبك. لا 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 لا، مش معقول يا جدع النظرة دي، اللي ولا فشخ في أفكاره حتى، لا جمدان يا مان.
وفي تاني يوم بقى بيكون تينكا مستغرب من تصرفات شوتارو اللي بقت غريبة اليومين دول، فبياخد سورا وبيطلعوا على المدرسة عشان يشوفوا ايه حكاية المعلم شوتارو. وهناك بنعرف ان دي مدرسته واسمها بوتان. ولكن الغريب ان شوتارو بيقول لسورامارو ان الحيوان ده واللي اسمه جوريتشي ما بيألفش اي حد خارج العشيرة، الا انه لاحظ ان جوريتشي متعلق بصورة غريبة بمدرسته بوتان. ما انت ما تقوليش انها قريبتهم يعني. وفي اثناء تفتيش تينكا على درجات اخوه بيلاقي ساعتها مخطوطه غريبه عليها نقش اقرب ما يكون لنفس الوحش اللي شفناه في منام سورامارو. والغريب ردة فعل تينكا اللي بتقولك انه اكيد عارف حاجه. هي ايه الحكايه بالظبط؟ الصدمات تقف على كده؟ لا والله. تينكا بيتفاجئ بحد وراه بيقول له انت بتعمل ايه هنا؟ وتخيل يطلع مين؟ بوتان. ايوه، اللي هو ازاي يعني واحد زي تينكا ما قدرش يشعر باقترابها؟ البنت دي وش مش عادية. ولكن هنا تينكا بيقول لها انه تاه اثناء بحثه عن دورة المياه، وعلى عكس المتوقع بوتان بتصدقه وبتقول له عن مكان وجودها. تينكا على طول بيشكرها وبيخلع من المكان. ولكن تفتكر انها صدقته بالسهولة دي كده؟ لا والله. بوتان بتبص على الدرج بتلاقيه مفتوح، وبتردد اسم تينكا كذا مرة كده، والنظرة دي يا باشا وراها كلام كتير. حاسك كده تايه في التفاصيل دي كلها، ولكن ما تقلقش، كل حاجة هتتوضح واحدة واحدة. في تلك الأثناء بقى وبعد رجوعهم بيكون تينكا بيدرب سورامارو على القتال. تينكا واخد الولا رايح جاي وعمال يجلد فيه. الولا آخر ما زهق بيروح بكل قوته على تينكا اللي بعته ولا بعتت ميسي يا أخي، وبالهنا والشفا يا معلم. يا مفتري. في الوقت ده بيجيله الاتنين دول وهم بيستنجدوا بتينكا، وبيقولوا له ان في مجموعه من المجرمين هربوا وكان من ضمنهم سياف قوي قدر انه يسرق سيف المعلم ده، ولو عرف القائد الاعلى بالكلام ده هيعمل العيال دي كفته. ده غير ان طبعا سياف محترف مع سيف هيعمل اللي هيقابله بطاطس محمره. وهنا بيشوف سورامارو ان دي فرصه يثبت فيها نفسه، لكن بتتغير ملامح تينكا ويقوله مش محتاج لشخص مش قادر يحمي نفسه. ايه الولد اتصدم من كلام اخوه ولسه جاي يرد، لا تينكا بيقوله وجودك معايا هيعاقني مش اكتر. سورامارو تملكته مشاعر الاحباط وبيقول اللي انت دايما كده يا تينكا بتعاملني كالطفل، الا تعلم بان ذلك يؤلم؟ فلماذا اذا اعطيتني سيف العائله؟ انه لمن المحبط انك لا تعتمد علي. إن فتر قلب الفتى. ولكن في الوقت ده شيراسو وده خادم لعائلة الكومو بيقول له انه بيعمل كل ده لحمايتكم. هو بيعمل كل ده لانه بيحاول اخذ مكان والديك الراحلان. لا تقسو عليه يا سورامارو، فانت بالنسبة له كطفله الصغير. وهنا بقى يقع مربط الفرس. سورا من ناحية كان شايف ان تينكا مش معترف بيه، وفي نظره سورا مجرد عائق مش اكتر. ولكن من منظور تينكا فكان عارف شعور اخوه ومعاناته، فكان بيحاول على قد ما يقدر يبعده عن اي قتال، وبيتولى هو كل المهمات بجانب كونه رئيس العشيرة اللي بتقع عليه مسؤولياته الخاصة برضه. كم انت عظيم يا تينكا. وهنا سورا لما فهم اللي بيجرى رجعت له الروح من تاني، وبيندى على شوتارو عشان يروحوا يساعدوا اخوهم الكبير. ولكن في تلك الاثناء كان بيدور حديث هيشقلب موازين الحكايه كلها. الضابط ده بيقول للي معاه ان مضى اكتر من 10 سنين منذ ان اصبحت السماء ملبده بالغيوم. فالتاني بيقول له تفتكر ان الاسطوره دي حقيقه؟ عن اي اسطوره تتحدثون؟ انها اسطوره الاورتشي اللي بتنص على ان كل 300 سنه ستغيب الشمس وستمتلئ السماء بالغيوم نذيرا للكارثه العظمى التي تنبئ باقتراب يوم بعث الاورتشي. اوبا، ده ايه الكلام الكبير ده؟ ايوه زي ما جه في بالك دلوقتي. يا ترى هل حلم سورامارو في الوقت ده بالذات صدفه؟ طب حتى لو صدفه، هل تلبد السماء بالغيوم لما يقرب ل10 سنوات ده امر طبيعي؟ ما جالكش فضول تعرف المخطوطه دي كانت بتنص على ايه؟ بس خلينا الاول نشوف سورا هيعمل ايه مع المجرم ده. فاثناء حديثنا الشيق ده كان عمنا سورا وجد المجرم وكمان قدروا يحاصروه بفضل مهاره شوتارو. ولكن المجرم مش سهل برضه، بيسحب السيف اللي سرقه من الضابط وبيهجم على سورامارو على طول. وهنا سورا راودته بعض الشكوك، هل انا فعلا قادر على هزيمته؟ انا لحد دلوقتي ما قتلتش مع حد في قتال فعلي غير اخويا تينكا الا ابرحني ضربا. يا حلاوه، يعني الواد ما عندوش اي خبره قتاليه، امال انت جاي تهبب ايه هنا؟ ولكن تفتكر ان هيروح في خبر كان بالسهوله دي كده ولا ايه؟ لا والله. مع اول محاوله للمجرم سورا بالفعل قدر يتصدى له، وهنا كانت الصدمه. الواد سورا مش مصدق انه طلع بالضعف ده كله على عكس ما كان متوقع، وواحده كتانه في لمح البصر وبالسلامه انت. الواد شوتارو بيكون طاير من الفرحه وبيجري على اخوه وبيقول له عملتها اخيرا يا سورامارو. وهنا والاول مره سورا بيحس انه فعلا اصبح قوي. ولكن يا فرحه ما كملت صديق الدبماوي،
المجرم بيقوم يقف من وراه كأن لم يكن، وبحركة دنيئة بيرش رمل في وشه ووراها بيديله باليد في بطنه وبيقول له هو واحد زيك يالا شغال كلب للحكومة مش عارف احساسنا احنا الساموراي، من بعد قانون منع حمل السيف كل اللي قدرنا نعمله اننا نجول الشوارع فقط. وساعتها بيقول له نفس كلام المجرم السابق، انت يالا مجرد فتى احمق ضعيف رغم كونك من الكومو. نفس الكلام من جديد. يا الله، يا ترى كم من المرات قيلت لهما تلك الكلمات التي تشعرك ألا قيمة لك في تلك الحياة. وللأسف هي دي كلفة انك تتولد ضعيف في عيلة قوية، ما فيش حد هيرحمك من التريقة ولا الاستهزاء. المجرم من جديد بيقول له اخوك ده غبي عشان يدي الواحد زيك سيف زي ده. الكلمتين دول اغضبت من كان عليه تفادي اثارة غضبه. شيوتر وفي لمح البصر بيروح ينزع السيف من ايد المجرم. لا عاش عليك يا ابني والله. بس هنا كانت الصدمة لما انكشف السيف من غمده بنلاقيه بالي وحالته مزرية لأقصى درجة. المجرم بيتصدم زينا بالظبط من المنظر، وبنشوف ذكريات سورامارو لما كان تينكا بيديله السيف وهو بيقوله ان السيف ده لن يقتل احد، انه سيف للحماية. انت بتقول ايه يا تينكا؟ سيف ايه ده اللي استخدمه للحماية بحالته المزرية دي؟ ولكن العجيب ان مجرد تذكره للكلمات دي اشعلت في قلبه نار الشجاعة. بيقوم سورامارو من تاني وبيستعد للهجوم، وواحدة من اللي قلبك يحبها وافقد سورامارو الوعي نهائيا. لقد صدقوا القول عندما قالوا ان الرجال تولد من رحم المعاناة. وفي اللحظة دي كل اللي كان بيفكر فيه سورامارو ان يا ترى ده هيغير من رأي تينكا؟ هل سيعترف بيه ولو قليلا؟ اي حب هذا بين الاخوين، يا ليت الجميع يصبح مثلكما. وتعالى بقى اوريك صديق الصدوق حاجة كده مش عارف بصراحة ايه المصطلح المناسب لوصف المشهد ده. تينكا بيكون بالصلاة على النبي كده خلص على مجموعة كاملة لوحده، ولكن كفاية النظرة دي في عيون سورامارو، عيونه شارحة كل الإحباط والحسرة بسبب ضعفه. وفي وسط سيل المشاعر المختلطة دي بيظهر المجرم من جديد ورا سورامارو وبيمسك في رقبة الولا وهاتك يا خنق على آخره. يخرب بيتك يا جدع، هو أنت لو ما غدرتش ما ترتاحش؟ وبعدين أنت عاوز تتضرب كم مرة بالظبط عشان تهمد وتسكت بقى؟ سورا هو التاني فقد وعيه من شدة الاختناق، وفي لحظات معدودة بتعدي هفوات من ماضيه، وساعتها بيقوم مفزوع في أحضان تينكا اللي بيكون بالفعل فتك بالمجرم نهائيا. ولكن الموضوع مش هيمر مرار الكرام، ده كان في حد ميت وشكله كان حد مقرب منه. بياخده تينكا في حضنه وبيقول له ما تقلقش انا جنبك وكل حاجة هتبقى تمام. وفي اثناء عودتهم بيعيط سورامارو بكل حرقة، بيلعن ضعفه وقلة حيلته، مش عاوز يفضل حمل على اخوه. هي كل الحكاية انه نفسه يثبت وجوده ولو لمرة واحدة بس، مش عاوز حد يعايره بالضعف من تاني. تينكا بيواسي سورامارو وبيقوله ابكي زي ما انت عاوز، ولكن ارجع اقوى من الاول يا سورا. مش عيب انك تعيط، ولكن العيب انك ما تقومش بعد ما تقع. وفي تلك الاثناء بقى وبالتحديد في سجن الغوكامونجو بيلاقي الحارس ده بيقول للمجرم اللي مسكه تينكا هل جلبت ذلك الشيء؟ المجرم بيقول له ازاي عاوزني اجيب لك حاجة زي دي؟ فساعتها الحارس بيقول له يا للأسف، وبيدخله زنزانة وبيسعق بوجود شخص غامض مغلغل بالسلاسل. اوبا، دي شكل الحكاية هتولع من هنا ورايح. بس هو ايه الشيء اللي بيتكلموا عنه ده؟ ويطلع مين الراجل ده هو كمان؟ حاجات كتير غامضة ومش مفهومة. على الجانب الاخر بقى بيكون شيراسو وتينكا اتفقوا انهم يودوا سورامارو لطبيب العشيره عشان يعالجوه، لكن شيراسو بيكون لسه قلقان عليه وبيقول لتينكا هل يا ترى سورامارو استعاد ذكرياته حول تلك الحادثه؟ فبيقول له تينكا كلا، على الارجح ان بعض القطع والاجزاء من تلك الذكريات عادت لذاكرته عندما كان مخنوقا. وعلى الرغم من ذلك كنت اتمنى انه لو نسي كل تلك الاشياء. يا ترى ايه الحكايه؟ في تاني يوم بقى بعد ما سورامارو خلص علاج بيقعد يفكر بينه وبين نفسه، بيقول يا ترى حصل امتى الكلام ده؟ وفي عز ما هو مشغول في تفكيره ده فجأة بيلاقي ايدين بتقرب منه. سورامارو بيتملكه الرعب ومرة واحدة بيقوم ضارب شوتر وهو بيصرخ فيه بأعلى صوت. مش معقول اللي حصل ده، الولا شوتر هو كمان بيتصيم لما بيشوف سورامارو بالحالة دي. ما هو مش معقول يعني اللمسة الصغيرة بتاعتي دي هتعمل ده كله يعني. يعني انت اللي ورا ده كله يا معلم، منك الله يا اخي والله. ولكن الموضوع مش بالبساطة دي، لأن منظر سورامارو ده إن دل على حاجة فهو بيدل على فظاعة الحاجات اللي شافها عشان تخليه بالمنظر ده بمجرد مسحة بسيطة. الظاهر كده ان تأثير الصدمة الناتجة عن اللي شافه سورامارو في ذكرياته كان أكبر مما نتخيل. في الوقت ده بقى بيوصل تينكا، لكن سورامارو ما بيعبرهوش لما بيقابله وبيكمل طريقه في صمت تام. وفي حين ان شيتارو راح وراه عشان يصالحه، الطبيب بيقعد مع تينكا وبيسأله عن حال شيراسو.
فبيقوله ان مرت 10 سنين من ساعه ما جبت شيراسو لهنا، مش كده؟ وبنلاقي ان حالته كانت في الوقت ده متدشمله على الاخر. ايه يا ترى لحقك من اي نصيبه انت كمان؟ المهم بيستغرب تينكا ايه اللي خلاك تفتح السيره دي يعني، فبيقول له لان لحد دلوقتي مش قادر اصدق انك سبت واحد ما تعرفش عنه اي حاجه يعيش معاك. فبيقول له تينكا ما تكبرش يا عم الموضوع قوي كده، انا عارف بالفعل حقيقته. فبيقول له الطبيب ده احد الناجين من سلاله الفم القاتله تلك كما تعلم. والله وطلعت ذا شأن يا شيرازو. ولكن كل اللي اعرفه عن العشرة دي لحد دلوقتي انهم مجموعه خطيره من القتله، كل افراد عشيرتهم بيتميزوا بشعرهم الابيض المهيب وعيونهم البنفسجيه. تينكا بقى ساعتها بيتفاجئ من معرفه الطبيب بهويه شيرازو الحقيقيه، فبيقول له الطبيب كان موجود في قديم الزمن 3 من اشهر قبائل النينجا، واحده منهم هي الكوغا وقفت مع الرجال، وكل اللي بينتمي للعشيره ديت عباره عن نينجا رحيمون اقسموا بالولاء التام لاسيادهم، والاخرى ومن اختارت العمل مقابل المال هي الايجا، ودول ما كانوش بيعملوا اي حاجه اكتر من عقودهم اللازمه ولا ازيد ولا اقل. واما العشيره الاخيره والاخطر فهي الفومه. وقبل ما الطبيب يكمل كلامه عن الفومه بيقاطعه تينكا وبيقول له ان عصر الفومه انتهى منذ امد. الطبيب بيقول له حتى لو كنت انت اللي بتقول الكلام ده يا تينكا ما تنساش انه في الاصل نينجا من عشيره الفومه، انت يا تينكا مش عارف فين وامتى هيتورط في المشاكل. والله كلام جدا خطير. ولكن تينكا من جديد بيقول له انا عارف انك قلقان عليا، ولكن هو دلوقتي اصبح كنجي شيرازو صديقي المقرب. وهنا بقى واخيرا بعد حوار طويل عريض بيقتنع الطبيب بكلام تينكا، ولكن في نفس الوقت ده بنلاقي وش النصيب دول داخلين على تينكا خير، فبيقولوا له انه لازم يرجع للضريح حالا، وده لان في انباء بتقول ان المجرم المطلوب ناوتو كاجامي متوجه لضريح الكومو، وده الحبيب قاتل خطير جدا بيقال انه مهووس حرفيا بالقتل، ولكن ما خفى كان اعظم. تينكا بيلاحظ ان وقت ذهاب القاتل للضريح بيصادف نفس الوقت اللي من الصعب يكون فيه حد موجود هناك. انت فاهم ده معناه ايه؟ سورامارو وشيتارو في خطر ولازم ان تينكا يوصل لهناك في اسرع وقت. وهناك كانت الصدمة. تينكا أول ما بيطلع بيلاقي أعداد غفيرة من أفراد الجيش محاصرين كل المكان. هو إيه اللي بيجرى يا جماعة؟ ده شكل الموضوع في إنه. وبالفعل المعلم ده بيقول له شئت أم أبيت أنت لازم تفضل معانا هنا. لكن تفتكر إن ده هيحصل يا دوباماوي؟ لا والله. تينكا قام عاطيهم واحدة شمال في شمال واللي بعده يا هناه يا سعده. في الوقت ده بقى بيكون شيتارو قاعد زعلان بسبب اللي حصل مع سورامارو وبيحاول يلاقي أي طريقة يصالحوا بيها، ولكن هوب بنلاقي القاتل داخل عليه بيقرب منه وبيحاول يعرف منه ازاي يوصل لسجن الغوكومونجو، لكن ايه السبب يا ترى؟ فبيقول له شيتارو ما ينفعش اقول لك حاجه زي دي وتينكا اخويا مش موجود. فبيرد عليه القاتل وبيقول له انا جاي من طرف الحكومه بحاجه مهمه ومحتاجك تساعدني عشان اوصله للغوكومونجو في اسرع وقت. انت بتقول ايه يا عم انت؟ ولكن دي شكلها فعلا مؤامره كبيره بتتعمل، لكن مين اللي ورا ده كله يا ترى؟ مين اللي خطط ودبر لكل ده وفضل مستني اللحظه اللي هيكون فيها تينكا بعيد عشان ينفذ فيها اللي هو عاوز يعمله؟ ولكن يبقى السؤال كما هو، هل يا ترى شيتارو هيقدر يتصرف لوحده في وضع زي ده؟ الاجابه طبعا هي لا، بل بالعكس تماما. شيتارو للاسف بيوافق انه يساعده لانه كان مفكر انه لما ينجز المهمه دي ساعتها هتتغير نظرة تينكا وسورامارو ليه وهيبقى اخيرا الشخص اللي اعتمد عليه. والله وجبت العيد يا شيتارو. ولكن من حسن الحظ ان سورامارو بيوصل في الوقت ده وبيلحقهم قبل ما يمشوا. بينادي على شيتارو وبيقول له انه يروح بسرعه ينادي شيرازو، لكن شيتارو بيستغرب من كلامه وبيقول له انا رايح مع ناوتو لسجن الغوكومونجو. سورامارو بقى واقف هيتهبل، بيتعصب عليه اكتر وبيقول له اعمل بس اللي بقولك عليه. الولا شيتارو يا عيني بيترعب منه وبياخد بعضه وبيمشي والدموع مغرقاه. ناوتو بيقول له ادي التوصيله راحت يا عم، يخرب بيت بجاحتك يا جدع والله. سورامارو بقى بيقول له ليه واحد مش من شيغا اصلا عاوز يروح للغوكومونجو؟ مفيش حاجه كويسه هتيجي من ورا قاتل زيك شغال تقتل في الجنود وتحويلهم لكومه من الجثث. ده شكل صاحبنا قفش اللعبه ولا ايه؟ ولكن يا الحبيب فجاه بتتحول ملامح القاتل ناوتو كاجاما وبيقول لسورامارو انت بقيت من عداد الموتى، وبيهجم عليه فجاه قبل ما سورامارو يتدارك نفسه. حتى في الوقت ده بقى بيكون تينكا شغال يشمع ويكيس في افراد الجيش. القائد بتاعهم لما بيلاقي ان وضع جنوده اصبح مزري واغلبهم ما عادش قادر انه يستمر في القتال بيضطر ساعتها انه يخرج عشان يقاتل تينكا. وده بقى تاكيدا راكشو قائد المجموعه المرسله باوامر الحكومه المباشره.
لكن تينكا بيتجاهل تاكيدا راكشي وبيمشي لانه كان عارف انه ما ينفعش يضيع وقت اكتر من كده. ولكن فجأة تاكيدا بيقول له هتهرب من هنا زي ما هربت من ماضيك يا جبان. والغريب ان تينكا اول ما سمع الكلام ده بيقف على طول. هي ايه الحكاية؟ بيكمل تاكيدا كلامه وبيقول له انت صحيح الرئيس الحالي لضريح كومو، ولكن هل يعلم اخواك بشان الاوروتشي؟ وهنا في ثانية الا ثانية كان تينكا واقف قدامه بيبلعه بطنه. بيقول له انا يالا ما يهمنيش ان كنت من الحكومة ولا الجيش، ما دامك بتتنفس تحت السحاب ده فلا تتجاوزني، فأنا القانون. يا رباه إنها العظمة يا سادة. بيقول له ما دامك بالقوة دي ليه غادرت تلك المجموعة؟ شخص بقوتك دي ما يستحقش يفضل في بلد صغير زي شيغا. بيرد عليه تينكا وبيقول له ما تتوقعش مني حاجة كبيرة، لأني فهمت بالطريقة الصعبة معنى إنك ما تكونش قادر على حماية الأشخاص المقربين إليك. ده شكل فيه قصة وحوار كبير ورا الشخص ده. في تلك الأثناء بقى بيكون سورومارو بيعاني الأمرين في قتاله مع ناوتو. أما ناوتو فهو حرفيا بياله معاه مش أكتر. ده يا جدع نازل تقطيع في الشجر وكأنه بيقطع في خيار، وفجأة سورومارو بيتسمر في مكانه. إيه الجنون ده؟ ماذا تكون أنت بحق الجحيم؟ الولد بيقف مصدوم في مكانه من اللي شايفه، ومين في مكانه ما كانش هيتصدم لما يشوف سلاح بالمنظر ده. حرفيا أي غلطة ولو صغيرة معاها تنهي على حياته بالكامل. وفي مكان تاني بقى بتكون المجموعة دي بتحاول تجمع معلومات بخصوص اللي بيحصل في شيغا، فبنعرف منهم ان المدعو بناوتو كاجاما ده حكايته حكاية. اولا كده ناوتو كاجاما ده كان من المقاتلين اللي انقلبوا على الحكومة الجديدة بسبب قانون منع حمل السيف، وبسبب كرهه الشديد للحكومة تحول لقاتل مهووس بيفتك بكل اللي ليه علاقة بيهم. يا نهار ابيض، يعني ولا حكومة ولا بتنجان اللي بعتاه. وكمان بنعرف ان المعلم تاكيدا هو كمان اتحرك لوحده بدون اي اوامر. انا قلت كده والله، يعني ده بالله منظر واحد الحكومة بعتاه بأوامر مباشرة. ولكن فجأة قائدهم بيخرج عن صمته وبيقول لهم لو كل حاجة مشت تمام معانا زي ما احنا عاوزين في شيغا هنقدر نحصل على معلومات بخصوص الوعاء. استنى لحظة، وعاء؟ يا ترى انت دورك يطلع ايه في اللي بيحصل هناك بالظبط؟ في اللحظة دي بقى بيكون سورومارو وقع بالفعل في ايد ناوتو. ناوتو بيقول له هو انا اللي فكرتك هتسليني؟ على العموم انا سمعت انك بتبحث عن وعاء الاوروتشي. سورومارو اول ما سمع الجملة دي اتبدلت ملامحه تماما. بيقول في باله ده يطلع ايه ده؟ هل ده حاجة اخويا خدها لوحده؟ يا ترى لحد امتى هتفضل تستبعدني كده يا تينكا من كل حاجة؟ سورومارو خلاص فقد الامل في كل حاجة، ولا اب ولا صديق ولا اي حد عزيز عاوز يفهمه. لكن الموضوع يقف على كده؟ لا والله. هوب فجأة بنلاقي اللي رايح على ناوتو عشان يجيب خبره. كان فينك يا راجل من بدري؟ اهو جالك بقى يالا اللي هيعلمك الادب. شيراسو بيقول لناوتو الواد ده مهم ولازم ترجعه، لكن تفتكر ان ابو راس التحلب ده هيسمع كلامه؟ لا والله. اللي ولا قام طاير وقام رازعه واحدة التانية التالتة، والحكاية اخر جمدان. سورومارو بقى واقف مصدوم من قوة شيراسو. بقى هو ده نفس الشخص اللي عايش معايا؟ ولكن الخسيس ناوتو على حين غرة بيسيب شيراسو وبيهجم على سورومارو وشيتارو. ولكن انسى يابا، انت بتتكلم عن مين؟ ناوتو بيقول له هو للدرجة دي وصل بيكم الحال يا الفوما انكم تبقوا مجرد خدام؟ شيراسو يسكت على الاهانة دي؟ لا والله. قام قفشه من وشه وقال له اولا كده احنا الفوما عبارة عن ظلال متقلبة، ولا بيهمنا المال ولا الشرف. وعن هدفنا بقى فاحب اقول لك اننا بنحقق اي حاجة قلنا اننا هنحققها. وبينهي عليه بهجوم جو ارض ولا اروع. ولكن كلماتك دي تقلق قوي يا شيراسو. هل فعلا كان الطبيب عنده حق في تحذيره لتينكا، ولا شيراسو شخص مختلف فعلا زي ما قال؟ ولكن الحكاية لسه ما خلصتش. راس التحلب ده بيقوم من تاني وفجأة بنلاقيه بيرمي كل أسلحته على شيراسو بقى بين نارين، يتفادي الهجوم ويتصاب كل من شيتارو وسورومارو ولا يضحي بنفسه في سبيل حمايتهم. ولكن تينكا كان ليه رأي تاني خالص. في مجرد لحظة قلب الوضع رأسا على عقب. يخرب بيت العظمة يا جدع. وهنا بقى ناوتو بيقول لتينكا هو انت تطلع مين انت كمان؟ فبيرد عليه تينكا وبيقول له انا يالا عمك تينكا نمبر 1. لا عجبتني يا صاحبي، ولكنك اهدرت نفسك ككلب للحكومة. بيقول له تينكا ده انت شكلك كاره الحكومة واللي جاب الحكومة يا جدع.
وهنا ناوتو بقى بيبدأ يقول لتينكا عن حكايته وازاي وصل بيه الحال للوضع ده. في الحقيقة بقى ناوتو كان أحد الأفراد اللي خدم الإمبراطور بكل إخلاص لصالح البلد قبل ما يتحول لقاتل مهووس بيفتك بكل مؤيد الحكومة، تخيل. لكن الإمبراطور أول ما حقق مراده منه تخلص منه وحاول نفيه. من الآخر كده يعني كان مجرد لعبة في إيد الحكومة. لا والمضحك بقى إنه بيحاول يضم تينكا ليه وبيقول له إن هدفه كبداية يقود سجناء الغوكومونجو للقضاء على طغيان الإمبراطور الحالي صاحب قرار منع حمل السيف. وده بقى بما إن غالبية السجناء الموجودين في الغوكومونجو من المقاتلين اللي تمردوا على القرار ده. ولو انت مش مستوعب خطورة الموقف فانا عاوزك بس تتخيل ايه اللي هيحصل لو اتحرر السجناء المحملين بالضغينة والكره الشديد للامبراطور ده مرة واحدة. حرفيا هيعيشوا في الارض فسادا، مجازر وكوارث لا تعد ولا تحصى حرفيا هتحصل. وطبعا لو حصل حاجة زي دي ولا تينكا نفسه حتى هيعرف يعمل اي حاجة. تينكا اول ما استوعب الموقف بيقرب منه وبيقول له ولا تحلم حتى. وفي ثواني تحول الوضع من مجرد حديث لقتال حامل وطيد. ولكن ما تعديش ثواني الا ونلاقي ناوتو متمسح بتراب الارض. بيسيبه تينكا وبيقول له انت تقدر ترفض الحكومه الجديده وتعارضهم براحتك، لكن لو كنت بتعمل كل ده عشان بلدك فعلا فانسى فكره الانتقام دي خالص وعيش حياتك، فالعالم كبير كما تعلم. وبيسيبه وبيمشي. ولكن ناوتو ابو راس تحلب ده مش بالشخص اللي هتغيره مجرد كلمات. وفجأة من جديد بيحاول الهجوم على تينكا أول ما بيديله ظهره، ولكن ومن حيث لا نحتسب بنلاقي الحبال طايرة عليه من كل مكان. هو ايه اللي بيحصل ده؟ ولكن نتفاجئ بان المسؤول عن الكلام ده هم نفس المجموعة الغامضة اللي ظهرت في البداية. يا ترى ايه الحكاية؟ بيقول لهم تينكا اقوى فرقة خاصة جاية عشان مجرم زي ده؟ مش معقول. فبيقول للقائد بتاعهم انه في الطبيعي ما كناش هنتحرك، ولكن بسبب خطأ المستجد الجديد اللي اخذ الجنود واتحرك لاسبابه الشخصية اضطرينا نيجي نصلح غلطنا. وبيعتذر لتينكا عن اللي حصل. وده بقى اسمه آبي، قائد الفرقة الخاصة فرقة اليامينو. ولكن الموضوع يخلص على كده؟ لا والله، ناوتو من جديد بيحاول يهرب، ولكن يا الحبيب في أجزاء من الثانية آبي بكل مهارة 1 2 الأمور تحت السيطرة. يا نهار أبيض، ده القائد مش من فراغ برضه. وهنا بقى بياخدوا ناوتو وكل واحد منهم بيروح في طريقه. ولكن الموضوع بالنسبة لسورامارو كان مختلف خالص. وفي مكتب اليامينو بقى بيكون الوزير بيسألهم عن احتمال ضم تينكا من جديد ليهم. وهنا بنكتشف ان تينكا كان في يوم من الايام عضو سابق في اليامينو، او بالاصح القائد السابق لفرقة اليامينو. لكن يا ترى ايه اللي حصل وخلى تينكا يمشي ويسيبها، وخصوصا انه كان القائد؟ في تلك الاثناء بقى بتظهر بوتان قدام تينكا وهي بتوريله المخطوطة دي. تينكا بيقولها انت تكوني مين بجد؟ بتقول له بوتان انا زيك بالظبط ببحث عن وعاء الاوريتشي الثعبان العظيم. تينكا بيتصدم، بتكمل كلامها وبتقول له على فكره مش احنا بس اللي بنبحث عن وعاء الاوريتشي. ايوه في الحقيقه بقى فرقه اليامينو هي كمان هدفها الاوحد والوحيد ايجاد وعاء الاوريتشي. وفي مشهد واحد بيظهر فيه كل من تينكا وآبي وهم بيقولوا جملة إن عليهم إيجاد الوعاء قبل أن يعود الأوريتشي بشكل كامل. ولكن تينكا بيكون عاوز يحميه وآبي بيكون عاوز يقتله. وهو ده بقى بيكون السبب اللي خلى تينكا يغادر المجموعة. بتستغرب بوتان من كلام تينكا، فبيقول لها احنا هدفنا هو قتل الأوريتشي نفسه مش الشخص اللي بيملك وعاءه، فأنا أكره القتل بدون داع. ده شكل الحوار كبير سعادتك. ولكن مين بقى اللي كان واقف وسمع كل حاجة؟ سورامارو. اللي ولا بيتصدم، هو ايه حوار الأوريتشي ده؟ هو كل لما اروح مكان الاقي الجملة دي مرتبطة بيك بشكل من الاشكال. يا ترى ايه اللي بيحصل معك يا تينكا بالظبط وانا مش عارف عنه اي حاجة؟ بيدخل عليهم سورامارو وبيسأل تينكا عن الكلام اللي سمعه وايه حوار الأوريتشي ده، ولكن كالعادة بيتجنب تينكا الإجابة وبيسيبه وبيمشي. سورامارو بيمسك فيه وبيقول له لحد امتى هتفضل تتجاهلني؟ بيبص لتينكا وبيكون لسه هيتكلم لكنه بيرجع في كلامه على آخر لحظة. ساعتها سورامارو بيمشي والسؤال واحد شاغل باله، هو ليه مش عاوز يقول لي أي حاجة؟ هو أنا معدوم الثقة قوي كده؟ وفجأة بينده على تينكا وبياخد عهد على نفسه قدامه بإنه هيصبح أقوى منه مهما حصل. ومن بعدها سورامارو بيتدرب كالمجنون.
إلا إنه كان عارف إن في حد اللي هيقدر يوصل له لوحده. في مكتب اليمين بقى بيكونوا قلقانين من وجود حد بيدبر لحاجة في سجن الغوكومونجو، وخصوصا بعد ما سمعوا إشاعة الشيء الغامض اللي المفروض يجيبوا معاهم المساجين اللي هيدخلوا الغوكومونجو. الحاجة دي تطلع إيه؟ ما حدش يعرف. مين اللي بيجمعها ولأي سبب؟ برضه ما حدش يعرف. وعشان بقى يلاقوا إجابات الأسئلة ديت فكان ضروري يخلوا حد يتسلل الغوكومونجو ويعرف لهم مين اللي ورا كل ده. فبيقول لهم الشخص ابو قناع ده ان الشخص الوحيد اللي هينفع للمهمه ديت هو تينكا، وده بما انه المسؤول عن تسليم المجرمين للغوكومونجو. فبيرد عليه ابي بعصبيه وبيقول له ما تحلمش حتى نطلب مساعده الخاين ده. في الوقت ده بقى ومن حيث لا نحتسب بنلاقي سورامارو داخل عليهم، وفي وسط استغراب الكل بيطلب سورامارو من ابي انه يتخذه كتلميذه ويعلمه فنون القتال بالسيف. يا نهار ابيض يا جدعان، الواد في سبيل انه يتخطى اخوه تينكا مستعد للركوع لملقب اخوه بالخاين، ولكن من ناحيه تانية ده السبيل الوحيد اللي هيخليه يتخطى اخوه تينكا. ولكن ابي بيرميه بره وبيقول له انا اسف طلبك مرفوض. سورامارو بيقول له انا مستعد اعمل لك اي حاجه في سبيل انك تساعدني ان اتغلب على تينكا. ويا اسفاه كل محاولته في اقناعه ذهبت سدى. ولكن هنا واول ما كان على وشك المغادره بيظهر الشخص ابو قناع ده من العدم واللي بالمناسبه اسمه شين. فبيقول له انت قلت انك هتعمل اي حاجه مش كده؟ بدات اشم ريحه نصيبه هتحصل. في تلك الأثناء بقى بيكون تينكا عند الطبيب، وتقريبا كده والله أعلم تينكا بيكون مصاب بمرض خطير. فبيقول للطبيب إنه لازم يرتاح كويس لأن أعراض مرضه بتزداد خطورة في كل مرة. فبيقول له تينكا ما تقلقش كله هيبقى تمام. ولكن في الحقيقة هو ولا تمام ولا حاجة، بل كل الحكاية إنه بيتظاهر بكده مش أكتر عشان مفيش حد من إخواته يعرف حالته. في تلك الأثناء بقى بيكون سورامارو اتنكر في هيئة سجين ودخل لسجن الغوكومونجو. ادي حاصل اللي كنت خايف منه يا دوبماوي. سورامارو في الحقيقة عمل اتفاق مع المدعو شين ده بإنه مقابل دخول الغوكومونجو واكتشاف حقيقة الشائعات شين هيساعده في إقناع أهلي بتدريبه ده، في حين إنه لو نجا أولا يعني بتقابل المجندة ديت ولكن مش بالأحضان دي، بتقول له أهلا بيك في الجحيم يا معلم. يا نهار ابيض يا جدعان، اما حالي يحصل بشكل بعد ما كان هو اللي بيقول الجمله دي بقت هي اللي بتتقال له دلوقتي. ومن الوهله الاولى تقدر تقول ان المساجين هنا حرفيا عباره عن عبيد، ولا تقول لي بقى حقوق انسان ولا حقوق بتنجان اللي ما عدناش حتى عارفين نجيبه اليومين دول. ومن شدة التعب واحد منهم بينهار بجانب سورامارو بيبص بيلاقي المعلم ده بيقول له هو انت هم عملوا فيك يلا اخرب بيتك عشان تبقى بالمنظر ده. ولكنه فجأة بيمسك بسورامارو وبيقول له لو كنت جبت الشيء فلازم تعرضه على السيد في أسرع وقت، مش لما اعرفه الاول عشان ابقى اجيبه. وهنا وقبل ما يعرف منه اي حاجه تنفع بيطب عليهم الحراس. وساعتها سورامارو بيكمل في طريقه واخينا اللي شبه ميت ده بياخدوه وبيمشوا. بيتنادي الجنديه على سورامارو باسم المجرم، ولكنه بيقع في خطأ ساذج جدا وبياخد له حبه كده عمال ما بيستوعب ان ده اسم المجرم اللي منتحل شخصيته. الجنديه بدات تشك فيه، وعشان تقطع الشك باليقين بدات تساله اسئله شخصيه عنه وعن الحاجات اللي وصلته لهنا. فبيقول لها انه بقى بيعاني من فقدان ذاكره في الآونة الأخيرة، ومنذ صغره كل ما بيحاول يفتكر أي حاجة بيشعر بالاختناق. يا سلام، المفروض أصدق أنا بقى كده. فبتقول له أولا كده وبالصلاة على النبي اللي أنت هببته لحد دلوقتي ووصلك لحد هنا 3 حوادث من سرقة الأسلحة ومحاولة واحدة للهرب. أما الحاجة التانية بقى المكان ده ما بيدخلهوش غير اللي تلوثت أيديهم بالدماء، على خلافك أنت اللي مش حاسة منك بأي هالة خبيثة. يخرب بيتك يا شيخة، ايه الحواس اللي عندك دي؟ بتقرب منه بتقول له انت مخبي ايه؟ وفي نفس اللحظة دي بيظهر احد الحراس وهو بيجوره نوته اللي بيكونوا عدم العافية. ولكن الغريب ان اول ما بتشوفهم بتسيب سورامارو وبتروح ورا الحارس ونوته. يا ترى ايه الحكاية؟ في الوقت ده بقى بيكون تينكا اكتشف حقيقة كل اللي بيعمله سورامارو من شطره. بيجي على نفسه رغم تعبه وبيستعد عشان يروح يرجع سورامارو. شيراسو بيوقفه وبيقول له ذهابك بحالتك دي انتحار. وفجأة شيراسو بينحنى لتينكا وبيقول له اسمح لي ان اروح انا مكانك. تينكا بيقول له انا كم مرة قلت لك يا شيراسو ان علاقتي انا وانت مش علاقة سيد بخادم. فبيقول له شيراسو هي دي حياتنا كنينجا من الفومة يا تينكا، حتى لو أبيدت عشيرتي انت الوحيد اللي مدت لي يد العون، كنت انت الوحيد اللي ساعدني في وقت ما الكل أدار ظهره ليا. استعملني يا تينكا، انت عارف قوتي وعارف ان في مقدرتي ان ارجع سورامارو. وفي مشهد عظيم بينحني له تينكا هو كمان وبيقول له مش بطلب منك الطلب ده بصفتي سيدك ولا بصفتك نينجا من الفومة، بل بكونك صديقي المقرب. من فضلك يا شيراسو
أنقذ سورامارو. في تلك الأثناء بقى بيكون صاحبنا سورامارو بيتنصت على حوار ناوتو واللي معاه في الغرفة دي، وهو بيكتشف إن اللي كان ورا خطة ناوتو في الأساس الشخص الغامض اللي معاه، وكمان بيكون العقل المدبر ورا الإشاعات بخصوص جمع الشيء واللي طلعت في الأخير زهرة الخشخاش. ولكن وقبل ما يعرف بقية خطتهم أو سبب جمعهم للزهرة دي بيقفش الحارس ده. مساء الفل يا معلم، بتعمل ايه هنا؟ ده انت نهارك ازرق، اطلع يا عم ناوتو وادخل مكانه يا عم سورامارو. بيتفاجئ ناوتو لما بيشوفه وبيديله تحية صغيرة كده من تحت لتحت وهو بيمشي. في الوقت ده بقى الشخص المأكول ده بيرحب بسورامارو وبيقول له اعتبر نفسك في بيتك، احنا بص هنا كلنا كده عيلة واحدة، بنتشارك نفس الأخطاء وهنعيش نكفر ذنوبنا في نفس الجحيم مع بعض. واول ما سورامارو بيشوف وشه بترجع له حاله الهلع من جديد. سورامارو بيقول له كنت انت مش كده؟ كنت انت الشخص اللي قتلهم مش كده؟ يا نهار ابيض يا جدعان، يا ترى ايه اللي اكتشفه سورامارو؟ وعلى الجانب الاخر بقى بيكون تينكا بيصارع في مرضه وبيقول في باله انت يا سورامارو كنت دايما بتقول اني بتجاهلك بسبب ضعفك مش كده؟ ولكن في الحقيقه في حين انك بتزيد قوه يوم عن يوم مقدر يجي اليوم اللي مش هتكون فيه بحاجتي، وفي الوقت ده الشخص اللي هيتم تجاهله هيكون انا. والصدمه بقى ان بيظهر على تينكا علامات التحول على جسمه. لا 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 لا، ما تقوليش ان تينكا هو وعائل اوروتشي. في تلك الأثناء بقى بيكون سورامارو ماسك في الراجل ده وينزل فيه هاتاكي ضرب على آخره، وفي غمضة عين وقبل ما تعرف حصل ايه بيكون سورامارو هو اللي متشعلب برقبته في ايديه وبيقول له للأسف كنت بحاول ما اقتلكش بما انك اصبحت فرد من العيلة. وهنا ومن جديد بيتكرر نفس المشهد اللي حصل في الماضي من 11 سنة، اليوم اللي ابتدت فيه كل الأوجاع والأحزان، اليوم اللي فقد فيه سورامارو معنى الحنان، اليوم اللي اتولد فيه الأسطورة اللي عوض كل الفقدان والحرمان، وهو نفس اليوم اللي حصل فيه المشهد اللي بتشوفه الآن. اليوم ده فقد فيه سورامارو كل الأحباب، ومين في الدنيا هيعوضك عن فقدان الوالدان؟ اليوم ده اللي تسبب فيه سورامارو باللي وصل ليه أخوه تينكا الآن. هتقول لي ازاي؟ شوف واحكم بنفسك يا مان. اليوم ده اللي وصل سورامارو لحالة الضعف والهوان. الله عليا، شاعر ولا شوقي في عز شبابه حتى. المهم ببسيط العبارة كده، مسكة الشخص ده لسورامارو بالمنظر ده ما بتحصلش لأول مرة، لأن المرة الأولى كانت في المجزرة اللي حصلت لعشيرة الكومو من 11 سنة. في المجزرة دي فقد سورامارو كل من أبوه وأمه على إيد الشخص ده حتى سورامارو هو نفسه كان هيفقد حياته على إيد نفس الشخص لولا تدخل تينكا في الوقت المناسب. عمنا سورامارو بقى يهمد ويسكت ويسيب تينكا يتعامل؟ قال لك لا، بيسحب السيف اللي قده مرتين ده وبينتفع بشكل أهوج على القاتل، والقاتل طبعا ما بيهزرش، وفي أجزاء من الثانية لولا تدخل تينكا للمرة التانية لكان سورامارو بقى حتتين في قبره دلوقتي. ولكن زي ما انت شايف كده التمن كان غالي قوي. سورامارو بينهار لما بيشوف حالة تينكا، لكن تينكا برغم كل الألم وكل اللي بيعانيه بيطمن سورامارو وبيقوله ما تقلقش، أنا معاك ومش هسيبك لوحدك يا سورامارو، كله هيبقى تمام يا سورا، بس وريني ضحكتك انت بس. يا الله، لحظات تدمي القلب حزنا حتى مع قاتل بدم بارز زي ده اكتفى بس بالمشاهدة. وفجأة بيقول لهم لو كنت هتلوموا حد فلعنوا حقيقة كونكم من الكومو، وبيسيبهم وبيمشي مع كلماته اللي تخليك تتساءل عن ماهية وأصل عشيرتهم المدعوة بالكومو دي. في وقتنا الحاضر بقى بينهار سورامارو بعد ما اكتشف حقيقة كل الحاجات اللي خباها تينكا عنه، وبعد فترة من رجوع لزنزانته بتجيله الحارسة دي من تاني وبتهدد سورامارو بفتح هويته لو ما قالهاش عن هوية الشخص اللي شافه هناك، وده لأن المشرف المسؤول عن المجرم صاحب قناع الثعلب منع أي حد يعرف أي حاجة بخصوصه. هي إيه الحكاية؟ فبيقول لها سورامارو إن واحد بشعر أبيض وقناع ثعلب بعيون بنفسجية. أيوة يا دبماوي، إنها الفومة. ولكن ومن نوادر الصدف إن القدر يجمع بين اتنين تجرعهم من نفس ذات الكاس. أيوة، بتكون هي برضو أحد الضحايا اللي أبيدت عشيرتها بالكامل على إيد صاحب قناع الثعلب. وهنا ولما اكتشف سورامارو الحقيقة دي قال لها هو كمان على كل حاجة، فبتقول له لو كنت عاوز تنتقم أنا مستعد أن أساعدك، ده السبب الوحيد اللي عشت حياته عشانه، خلينا ننتقم سوا بما إننا بنتشارك نفس المصير. بيتردد سورامارو وقبل ما يقول حاجة بيحصل انفجار مفاجئ بيزلزل المكان كله، وبسببه شوية مساجين عرفوا يهربوا من زنازينهم، وبقى كل واحد فيهم ماشي بيوجب مع اخوه المسجون اللي جنبه. ما هي بقت هيصة بقى، بس الغلابة ما كانوش يعرفوا اللي مستنيهم. هوب
أهو جالهم أهو، وصدق أو لا تصدق عمنا كده طلع بيعرف يقاتل. لو إيه الواد جمدان. في تلك الأثناء بقى بنلاقي اللي بيسحب سرامار ورا وأحلى سبرايز ده ولا إيه؟ أيوه، كل الهرج والمرج ده بفعل شيراسو اللي اتنكر في شكل حارس واستغل لحظة انشغال الحراس عشان يعرف ينقذ سورامارو. ولكن الموضوع ما وقفش لحد هنا. قبل المغادرة سورامارو بيطلب من شيراسو إنه يروح ويقابل صاحب قناع الثعلب للمرة الأخيرة، وبالفعل سورامارو بيروح له وبيمس عليه بنية كده على الماشي وبيقول له اوعى تفتكر انها سامحك على اللي عملته من 11 سنة. انا سورامارو، انا هو الشخص اللي انت قمت بقتل والداه، وانا هو الشخص اللي هيعاقبك على كل اللي عملته. اوعك تفتكرني زيك، انا مش غبي كفاية عشان اضيع كل حاجة من ايدي لمجرد انتقام. اما انت هتكمل بقية حياتك هنا متحمل كل الخطايا اللي تلطخت بها يداك. هو بيسيبه وهو بيمشي. شيراسو بيقول له عاش عليك يا بطل والله. هو ده الكلام. والظاهر ان شيراسو كان عارف كل حاجة ومخبي هو كمان. ولكن وقتها سورامارو كان بيفكر في قد ايه اخوه تينكا كان متحمل كل الحاجات دي لوحده وساكت طول الفترة دي، وقد ايه مهما بلغت بيه الصعاب كانت ضحكته دايما مش مفرقاه، على خلاف سورامارو اللي وقع في اليأس مع اول اختبار. سورامارو على طول بيسيب شيراسو وبيمشي، والمفاجأة انه بيروح للحارسة من تاني وبيقول لها ما تخليش الانتقام يعميكي، ما تخليش شخص زي ده يتحكم في حياتنا ويخليها أسوأ. خلينا نبدأ من جديد، لأن عاوز أبقى قوي كفاية عشان أقدر أضحك مهما بلغت الصعاب. سأعيش وأضحك. بشكرك على مساعدتك ليا في البداية، ودلوقتي هدفي إن أكون قوي كفاية عشان أقدر أساعد وأدعم كل اللي بحبهم. وهنا وأخيرا بعد كل المعاناة دي بتبدأ ترجع كل الأمور لمجاريها من جديد. وبعد سورامارو لأحضان قريته كان منتظره حوار عميق هيكشر عن ملامح المستقبل الغامض. في المساء بقى وبعد العتاب وتأسف سورامارو على اللي عمله بيحذروا تينكا من التورط مع اليمينو، وأفضل مثال لصدق كلامه رحلته في أعماق الغوكامانجو. فبيقول له سورامارو أنا عارف إن كنت أناني بعملتي دي، وعارف إنك كنت دايما بتحاول تحميني زي ما حصل بالظبط من 11 سنة. سيبتك تتحمل كل العبء لوحدك، ولكن مش إحنا عيلة؟ ليه بقى مش بتعتمد على حد فينا ويشيل كل العبء لوحدك؟ هو صحيح شاطر وما يعرفش حاجات كتير لكنه لسه بيتعلم، وأنا برغم ضعفي إلا إني بتدرب بسيفي ليل نهار عشان أقول بفخر إني من الكومو، وأنا لسه عندي وعدي وهتخطاك يا تينكا. تينكا ما بيكونش مصدق قد إيه التجربة دي خلت سورامارو ينضج، وقد إيه كان التغير كبير في شخصية سورامارو اللي ما كانتش في الحسبان. ولكن على غرار اللي بيحصل هنا كانت في حدوتة كبيرة سعادتك بتحصل مع شيراسو وبوتان، واللي بصراحة كده بتدور حواليهم شبهة كبيرة. في البداية شيراسو بيحذر بوتان من الإضرار بأي شكل من الأشكال بتينكا وإخواته، ولكن كان السؤال من بوتان على النحو الآتي: ايه اللي هيخلي واحد من الفومة المشهورين بالدم البارد يهتم قوي كده بالكومو لدرجة انه يكون مستعد بالتضحية بنفسه؟ ولكن كانت الإجابة صادمة بكل المقاييس. شيراسو بيقول لها عصر الفومة انتهى منذ زمن، بل في الواقع تم قتلهم على يد طفل واحد فقط. العشيرة اللي أرعبت من في الأرض جميعا على مر العصور أبيدت بالكامل عن بقرة أبيها في ليلة واحدة بس. في الليلة دي تم محي اسم الفومة كليا من هذا العصر، ولحد النهاردة بسبب لون عيوننا وشعرنا المميز تمت مطاردتنا إلى أقاصي الأرض. حتى محاولتي في الانتقام كنت عارف نهايتها هتكون عاملة ازاي، ولكني ما قدرتش أتراجع لأن ده السبب الوحيد اللي فضلت عايش حياتي عشانه. ومع فقداني للسبب ده ما كانش فاضل لي حاجة تانية تخليني أفضل متمسك بالحياة لغاية ما ظهر الأشخاص دول في حياتي. ودلوقتي أنا ما أعرفش أي مكان تاني أقدر أسميه بالمنزل غير المكان ده. والآخر مرة هقولها لك، ما اسمعكيش تناديني باسم الفومة من تاني. أنا دلوقتي من نينجا الكومو. بوتان بتبصله كده بنظرة خيالية من التعبير ما تخلكش تفهم هي كانت بتفكر في ايه ساعتها. ولكن الحاجة اللي مش قادر استوعبها لحد دلوقتي ان الطفل اللي ابتها عشية الفومة عن بقرة ابيها احد افرادها اصلا صاحب قناع الثعلب. الواد ده تخصصه قتل عشاير ولا ايه الحكاية بالظبط؟ في سر خطير ورا مجنون القتل ده اكيد. ولكن يا الحبيب مش دي المفاجأة خالص. فاكرين دي؟ ايوه، الحارسة اللي ساعدت سورامارو في سجن الغوكامانجو على غير المتوقع بتظهر امام شيراسو. لا 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 لا، المفاجأة لسه جاية، لانها كمان كانت متنكرة ومخبية هويتها الحقيقية. مش عايزك تسرح بخيالك، لانها بتركع امام شيراسو وبتقوله: لقد مضى وقت طويل، لقد كنت ابحث عنك ايها القائد السيد العاشر فوما كوتارو سامع.
أنا عارف إن في جبل أسئلة على طرف لسانك، ومتأكد إنك مش عارف تسأل عن إيه ولا إيه، ولكن هبلغك بخبر مش لطيف خالص. للأسف ناروتو قدر يهرب من الواقع مونجو، وتقريبا كده في يد خفية في الموضوع. فيا ترى إيه هي نوايا شيراسو بالظبط؟ أسيبك بقى مع الفيديو ده تصبر بنفسك لغاية ما نجهز لك الجزء الجديد، وعلى فكرة محتاج دعمك جدا، وده لو بكلمة حلوة حتى. ما تعرفش قد إيه بفرح بتعليقاتكم أوي. وبس كده، كان معاكم محمد سالم، ودمتم في رعاية الله.